من أحلى وأجمل الوصفات اللي لو جربتها عمرك ما تنساها. طعمها حلو أوي بصراحة. هنسمي الله وندوق معاكم بسم الله. روعة. ده وصفة من الوصفات اللي الواحد لما بياكلها عمره ما ينساها أبدا بصراحة. طلع معانا حلوة جدا. ولكن كل الأكلات يا جماعة أهم حاجة فيها شوية البهارات هما اللي بيدوا طعم للأكل. هنحتاج معانا من 4 بصلات متوسطين الحجم أو 3 على حسب كمية اللحمة اللي هنعملها. أنا هعمل كيلو إلا ربع لحمة، هحط له 3 بصلات متوسطين وأحط له 3 طماطميات متوسطين أو كبار شوية، وأقطع عليهم قرن من الفلفل الحار أو الفلفل الحامي طرنشات زي ما انتم شايفين كده. هبدأ أتبل الخضار بتاعي ده عشان أدخله معايا الفرن. هنا الليمونة ده هقطعها واركنها على جنب عشان لما أجي أعمل الطحينة بتاعتي. هنا هحط لها معلقة إلا ربع من الملح، معلقة إلا ربع صغيرة، وعليهم معلقة من الزعتر صغيرة، وهنزل عليهم كمان بربع معلقة من الكزبرة، وأبدأ أقلب ده كله مع بعضه كويس، وأبدأ أدخلها الفرن لمدة 20 دقيقة ل25 دقيقة تكون استوت معايا. وبعد كده أبدأ أعمل في اللحمة المفرومة بتاعتي. اللحمة المفرومة بتاعتي هنا أنا جايب معايا كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة. كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة عليهم 100 جرام من الدهن أو اللية، وهنزل عليهم ببصلة منزوعة المية بشرها طبعا مش متقطعة، لأن طبعا البشر بيطلع لي طعم كمان أحسن من التقطيع. في حاجات كده لازم تاخدوا بالكم منها. هحتاج معايا معلقة صغيرة من الملح، وعليهم نص معلقة من الكمون، وعليهم ربع معلقة من الكزبرة، وهنزل عليهم بربع معلقة كمان من الحبهان، وعليهم معلقة صغيرة كاملة من الفلفل الأبيض. ومعايا هنا بلحة من جوز الطيب، هبدأ آخد ربع البلحة بس أبشرها كده على السن الناعم. وبعد كده هبدأ أقلب ده كله في بعضه بحيث إن كل البهارات والبصل ياخد من بعضه من اللحمة. وبعد التقليب الكويس هبدأ أصبع اللحمة بتاعتي. هنا أهم حاجة أعمل صوابع اللحمة بتاعتي على قد ما أقدر تبقى حجم واحد، وفي نفس الوقت متبقاش تخينة قوي بحيث تستوي معايا كويس من جوه، وما تبقاش رفيعة بحيث إن هي متطلعش معايا ناشفة، لأن طبعا لو طلعت معانا رفيعة من كتر السوا بتاعها هتنشف مني. يعني هتلاقي اللحمة بتاعتكم طالعة ناشفة كده مش طالعة طرية. هنا طبعا شايفين الصوابع كلها تقريبا نفس الحجم. هبدأ أطلع بالخضار بتاعي كده عشان أنزل الكفتة بتاعتي، وهبدأ أدخلها الفرن عشان هيجي بعد كده أبدأ أعمل في الطحينة. هنا بعد ما رصيت الكفتة بتاعتي أبدأ أدخلها الفرن، وهتحتاج مني في الفرن من 20 ل25 دقيقة عشان بعد كده نطلع بالشغل المحبوك ونشوف الطحينة هتتعمل ازاي. الطحينة هبدأ أقلبها كده لأن بيبقى فيها رواسب من تحت تقيلة شوية. هبدأ أنزل حوالي كوباية من الطحينة، وطبعا عشان الطحينة دي تتقل معايا هحط لها مية سخنة وأبدأ أقلب. كل ما تحط لها ميه سخنه هتبدا تخف معايا، وعشان اتقلها هحط لها خل. يعني ايه اتقلها ويعني ايه اخفها؟ يعني اخفها هحط لها ميه سخنه، وعشان اتقلها هحط لها خل. وبعد كده احط لها معلقه من الكمون وربع معلقه من الشطه ونص معلقه من الملح، وابدا اقلب. هنا بحط الخل عشان تتقل معايا بعد ما خفت. هنا طبعا هفضل اقلب فيها مع شويه الخل تاني. هتقولوا الخل ده كتير، لا طبعا مش كتير، وهتيجي تدوقوها هتلاقي مفيش فيها طعم خل نهائي. هنا طبعا تقلت معايا تاني فبدأت احط لها ميه تاني. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ حاجة ماسك متماسك، يعني شغل من الآخر. ليه بحط لها مية؟ لأنها فعلا تقلت مني تاني، فانتوا لازم تبقوا عارفين إن المية السخنة بتخف الطحينة، وإن الخل بتقل الطحينة مني تاني. يعني كل ما نحط لها مية سخنة هتخف، أرجع أحط لها خل هتتقل مني تاني. وهنا في الآخر عصرتها عصرة الليمونة اللي ظبطت الدنيا معايا، وأبدأ أدوق بسم الله. اوعى الشغل. روعة روعة. نفسي تعملوا دايما الطحينة بنفس الطريقة دي، سيبكم من طريقة الزبادي والطرق التانية. ودي الكفتة طبعا بعد ما استوت. هنا طبعا نازل من الخضار بتاع العصارة بتاعته اللي انتوا شايفينها دي. هبدأ انزل بالعصارة ديت كلها في الطحينة، وهبدأ ادي الطحينة بتاعتي تقليبة حلوة. طبعا العصارة ديت لأنها نازلة من الطحينة ونازلة من الطماطم والفلفل والكفتة، فهتديني طعم برضه كويس. هبدأ انزل بيها، وكده كده احنا هننزل الطحينة على الكفتة، ففي الآخر هتديني الطعم اللي أنا عايزه. هنا هبدأ أنزل بده كله كده على بعضه، وأديهم برضه مفيش مانع رشة من الكزبرة، لأن الكفتة واللحمة المفرومة بحب الكزبرة، وإحنا منحبش حد يحب حد ونبعد عنه.